عمركم فكرتوا إزاي شخص ممكن يفقد كل حاجة تقريبا بسبب صدمة نفسية واحتراق ذاتي دمر مسار حياته وفجأة يرجع أقوى من الأول؟ اللحظات دي اللي بنحس فيها إن المعاناة وقفت الحياة ممكن تبان للكل إنها نهاية الطريق، بس الحقيقة بدل ما نعتبر الألم ده حيطة سد، إحنا النهاردة هنكتشف إزاي الأبحاث السلوكية بتقدم لنا خريطة طريق حقيقية للتعافي، وهنحلل مع بعض إزاي مفاهيم زي تغيير الهوية والعلم المبني على الأدلة قدروا يحولوا المعاناة القاسية دي لنجاح ملموس وإنجاز حقيقي بيعيش وبيستمر. السؤال المحوري اللي بيطرح نفسه هنا: هل ممكن الألم يبني؟ يعني الإجابة اللي بتيجي في دماغنا على طول هي إن الألم بيهدم، بيكسر وبيخلص على طاقة أي إنسان. لكن العجيب في القصة بتاعتنا إن القوة المنهكة دي بالذات كانت هي المحرك الأساسي للنمو. الأبحاث بتأكد لنا إن ده بيحصل فعلا لما نقرر نستخدم الوجع ده كوقود عشان نقوم تاني بدل ما نستسلم ليه. هي بتبقى لحظة تحول سحرية بيتم فيها توجيه كل طاقة الانهيار دي عشان نبني بيها واقع جديد تماما. مقال نشر على الجزيرة لخص الفكرة دي بعبقرية شديدة جدا. بيقول إيه بقى؟ أكثر الناس عقلانية وحكمة هم الذين تجرعوا آلاما مريرة لكنهم لم يستسلموا. الألم يولد طاقة إيجابية. بصوا، دي مش مجرد جملة تحفيزية، لا خالص، ده أساس متين. الألم ده تجربة إنسانية كلنا بنمر بيها، بس الفكرة إنها يا إما تدمر الشخص وتفقده توازنه بالكامل، يا إما تفتح جواه طاقات كامنة جبارة ما كانش يتخيل إنها موجودة. السر كله في الرحلة دي كان البصيرة، وإزاي نستخدم المرارة دي عشان نولد طاقة تدفعنا لقدام. وعشان التحول العظيم ده يبدأ كان لازم يتبني على خطوة أولى وحاسمة جدا: التقبل الذاتي في رحلة التعافي. التقبل هنا هو قدرتنا الداخلية على التكيف مع الألم، والأهم من كده بكتير إننا نمنع الاستسلام الداخلي لما تحصل الانتكاسات، اللي هي أصلا جزء طبيعي جدا من أي علاج. بطل القصة هنا ما اعتمدش على شوية إيجابية مزيفة، لكنه استخدم التقبل ده كأداة عملية عشان يقول لنفسه وقت الوقوع: يا جماعة، السقوط ده جزء من الرحلة. التفكير ده هو اللي وفر حماية نفسية قوية جدا ضد جلد الذات اللي ممكن يدمر أي تقدم. طيب ليه كتير من محاولات التغيير بعد الصدمات بتفشل؟ السبب ببساطة إنها بتعتمد على تغيير السلوك من على الوش بشكل سطحي قائم على الضغط وقوة الإرادة وبس. تخيلوا إننا بنبني حيطة على رمل متحرك، طبيعي أي ضغط جديد يوقعها في ثانية. لكن التحول الحقيقي والمستدام اللي شفناه في مسار التعافي ده بيحصل من خلال حاجة أعمق بكتير: تغيير الهوية من الجذور. ده عامل زي البناء على أرض صلبة جدا. الاعتماد على تغيير الظاهر من غير ما نعدل النظرة للصورة الذاتية بيبقى مشروع نهايته معروفة للأسف. وهنا بتيجي القاعدة الذهبية في علم النفس السلوكي، قاعدة واضحة وضوح الشمس: السلوك دايما بيتبع الهوية. خلينا نتفق، لو النظرة الداخلية بعد الصدمة فضلت مليانة إحساس بالضعف أو الانكسار، أي عادة جديدة بنحاول نكتسبها للتعافي هتنهار. ليه؟ لأن العقل الباطن دايما بيسعى يكون منسجم مع هويتنا، فهيرجع الإنسان للصورة اللي هو مصدق عنها نفسه مهما حاول. وعشان كده تغيير المقتنعات الأساسية كان فعلا نقطة الانطلاق الحقيقية في الرحلة دي. طب إزاي نعيد بناء الهوية دي عشان تتحمل أي صدمات؟ العملية دي بتتم على 3 خطوات واضحة جدا. نبدأ بأفعال صغيرة بس تكون صادقة وحقيقية، لأن التغيير بعد أي انهيار ما بيحصلش بقفزات خيالية. بكرر الأفعال دي يوميا نوصل للمرحلة الأهم على الإطلاق: التأكيد العصبي. العقل هنا بيبدأ يصدق الهوية الجديدة بناء على أدلة وتصرفات يومية ملموسة، ويبدأ يكلم نفسه ويقول: تصدقوا، ممكن أكون أنا الشخص القوي ده فعلا. لكن لو نقلنا الكلام ده للواقع الإكلينيكي الطبي، هنلاقي إن أي شخص بيمر بأزمة نفسية أو اكتئاب بيواجه استنزاف حقيقي في وظائف الذاكرة، تراجع كبير جدا في الأداء التنفيذي للمخ، بيبقى فيه صعوبة بالغة حتى في المبادرة، ومشاكل كبيرة في التقييم الذاتي. المخ في اللحظات دي بيكون شغال على وضع النجاة وبس. وهنا النصائح التقليدية من نوع حدد أهدافك وخلي إرادتك قوية ما بتشتغلش خالص. وهنا بيتدخل العلم العظيم ويقدم الطوق النجاة الحقيقي: نوايا التنفيذ، أو استراتيجية التخطيط الاستباقي المعروفة بقاعدة لو حصل كذا إذن هعمل كذا. دي آلية مش بس كلام. بتعمل إيه؟ بتنقل السيطرة على السلوك من الإرادة اللي أصلاً منهكة لمحفزات خارجية موجودة في البيئة حوالينا. يعني ببساطة بنبرمج العقل مسبقاً على رد فعل تلقائي لما يحصل موقف معين، وبكده بنشيل من عليه عبء التفكير أو اتخاذ القرار في لحظات الضعف أو الانهيار. اختراع عبقري، صح؟
ولما نيجي نبص على تحليل البيانات الطبية هنفهم إزاي الاستراتيجية دي بتعوض الخلل اللي بتسببه التحديات النفسية. في حالات القلق مثلا اللي العائق المعتاد فيها بيكون الإحساس بالضغط العالي جدا، الاستراتيجية دي بتبرمج الجسم إنه يسترخي بشكل تلقائي. وفي حالات الاكتئاب اللي بيشلي تماما القدرة على المبادرة، الخطة دي بتوفر هيكل واضح بيقول إمتى وفين هيتم النشاط، فبتشيل خالص عبء إننا لسه هنفكر وناخد قرار. التخطيط المسبق هنا كان حرفيا العكاز اللي ساند إرادة الشخص وهو بيتعافى. عشان نعرف حجم التأثير ده في عالم الإحصاء والأبحاث النفسية، إننا نسجل حجم تأثير يوصل ل 0.99. ده رقم ضخم وعميق جدا. الرقم ده مش مجرد نظرية على ورق، ده إثبات لمدى الفاعلية الجبارة اللي بيحققها تخطيط لو إذن في مساعدة الحالات اللي بتعاني من مشاكل نفسية إنهم يخترقوا أعمق حالات العجز ويحققوا أهدافهم بكفاءة. ده يعتبر دليل تجريبي قاطع إن التخطيط السليم المبني على العلم قادر يخلق مسار ملموس للنجاح حتى وإحنا في قلب أشد فترات المعاناة. آلية التنفيذ دي بقى بتعتمد على خطوات في منتهى البساطة بس عبقرية في نفس الوقت. أولاً بنحدد الموقف الحرج أو الفرصة المستقبلية، وده اللي بنسميه الشق الخاص بلو. ثانياً بنرسخ الاستجابة المطلوبة، وده شق إذن. النتيجة تنفيذ بكفاءة عالية ومن غير أي مجهود واعي. العلم المعرفي بيأكد إننا لما نربط الموقف برد فعل مباشر، إحنا كده بنخلق طريق مختصر جوه المخ، طريق بيتجاوز تماماً الحاجة لتحفيز عالي أو الاعتماد على الذاكرة النشطة اللي بتكون أصلاً مستنزفة. بس وسط كل التخطيط والعلم ده لازم نقف عند قاعدة أساسية كانت هي القلب النابض لرحلة التعافي دي. إذا لم تكن أنت المعني فسيتلاشى دافعك سريعاً. الدوافع الخارجية يا جماعة هشة جدا وممكن تنهار وتتبخر مع أول مواجهة لأي ألم داخلي. التعليل الحقيقي والملهم لازم يكون متصل بجوهر الإنسان نفسه وبمعناه الشخصي للحياة. الدافع لازم ينبع من إجابة واضحة وصادقة جدا من جوانا لسؤال مهم قوي: إحنا بنبدأ الرحلة دي من الأساس ليه؟ وعشان كده ومن منظور الاستشارات السلوكية، دمج كل الخطوات دي مع بعض في مسار التعافي بيخلق لنا مخطط شامل وعملي جدا للتحول الدائم. البداية دايما بربط الأهداف بالقيم العميقة بتاعتنا، وبعدين ممارسة التقبل الذاتي الجذري لأي انتكاسة تحصل، وبناء هوية جديدة من خلال أفعال صغيرة بس مستمرة. وطبعا ما ننساش استخدام استراتيجيات لو إذن عشان ندعم بيها نقط الضعف. وأخيرا إننا نتعامل مع الألم كآلية بتوجهنا وبتصحح مسارنا. المخطط ده هو ده بالظبط السحر اللي بيحول التجربة القاسية لنجاح حقيقي ملموس. وفي الختام بيفضل عندنا التساؤل المحوري ده: إزاي ممكن يكون أعمق وأقوى تحدي مرينا بيه في الماضي هو بالظبط المخطط الأساسي لأكبر وأهم إنجاز لينا في المستقبل؟ اللي فهمناه النهاردة إن الألم مش دمار دائم، سيبك من تشوهاته، بس الألم في الحقيقة هو المادة الخام، والتخطيط الاستباقي والهوية الجديدة هم الأدوات البناء القوية جدا اللي بتخلينا نعيد صياغة المعاناة لواقع كله صلابة ونجاح حقيقي. يا ترى إيه هو التحدي اللي هتبدأوا تحولوه لنجاحكم اللي جاي؟ فكروا فيها. اكتبوا رأيكم في الكومنتات، ولو شايفين المحتوى ده مفيد ما تنسوش اللايك واشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل جديد.